بسم الله نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا قناة مطبخ أم عدي هقدم معاكم إن شاء الله أحلى وصفات الطبخ والمعجنات والحاجات الحلوة والأكلات المصرية والشعبية. بإذن الله القناة تعجبكم وتنال رضاكم. أتمنى منكم تنوروني كده باشتراك وتعملولي لايك للفيديو. وزي ما انتوا شايفين النهاردة يومنا في المطبخ بنعمل حاجة حلوة، هنعمل بطاطا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم وهتقوموا تعملوها على طول. طبعا احنا كلنا في موسم الشتاء والبطاطا موجودة في كل مكان، فتعمليها بالطريقة دي مش هتاخد معاكي وقت في الفرن خالص. سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. تعالوا نخشوا على الطريقة نشوفها عاملة ازاي. اهم حاجة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا البطاطا بتاعتي نقعاها كويس جدا، وخليت اي طينة فيها او اي رملة فيها غسلتها كويس جدا ونقعتها لحد ما بقت زي الفل اهي قدامكم وصافية وما فيش اي حاجة. في فرش كده ممكن تخليها الادوات اللي زي كده للاكل، يعني تعمليها للاكل او اسفنجة من بتاعة المواعين بس تخليها للاكل بس تنضفي بيها حاجة زي كده اللفت ال- البطاطا كده، يعني الحاجات اللي بتبقى ايه ناشفة كده. المهم زي ما انتوا شايفين البطاطا بتاعتي اهي نضيفة. دلوقتي تعالوا بقى ايه نحضرها مع بعض ونعملها. جبت القطاعة بتاعتي كده علشان احط عليها البطاطا وابتدي كده اعمل فتحات صغيرة. ما تعمليش الفتحة كبيرة علشان ما تقطميش كده البطاطاية بتاعتك وتتكسر منك. خلي الفتحة كده نص فتحة وتبتدي كده تعمليها. طبعا البطاطا ولا تجيبيها كبيرة قوي ولا تجيبيها صغيرة قوي، تجيبي الحجم الوسط. طبعا انا هنا كان معايا وسط على كبير لان بصراحة ما كنتش لاقيه ايه الكمية اللي كان عند الراجل بتاع الخضار ما كانتش كبيرة وكده، فهم دول اللي كنت عنده يعني وعرفت انقيهم كويسين. المهم هابتدي زي ما انتم شايفين كده بقى افتحها. بصوا تعملي لها كده تفتيحات كده اهوت، طبعا بتديكي شكل، وكمان الفتحات دي بتساعد معاكي على التسوية وبتدي شكل جمالي حلو قوي. وطبعا ايه هتخلي السكر اللي احنا هنحطه يبقى مكرمل كده وتنزل عسل كده وتبقى مسكرة ومعسلة معسلة قوي يا بطاطا. يلا بقى اعملوا لي لايك للفيديو، وعاوزاكم تشجعوني وتكتبوا لي اي حاجة في الكومنتات تطلبوا اللي انتوا عايزينه مني. ان شاء الله اقدم معاكم كل وصفات الطبخ زي ما قلت لكم، والاكلات المصرية الشعبية الجميلة بتاعت مصر وبتاعت اسكندرية، وطبعا انا اسكندرانية فهقدم بقى معاكم احلى الوصفات. وان شاء الله كمان هقدم معاكم وصفات للعناية بالبشرة. نهتم طبعا، مش معنى ان احنا وصفات مطبخ مش هنهتم بانفسنا، لا لازم نهتم بنفسنا برضو. لكل بنوتة مقبلة على الزواج أو لكل عروسة لسه متجوزة جديد مش بتحب وقفة المطبخ، أنا من موقعي هذا أقولك أنا ما كنتش بحب وقفة المطبخ، ولا كنت بحب أصلا مواعين ولا أقف أعمل أكل ولا الكلام ده، ولا كنت بعرف أعمل أي حاجة. بس مع التعلم أنا بقيت شاطرة وبقيت لهلوبة في كل حاجة وبقيت الحمد لله أعرف أعمل كل حاجة. أهم حاجة زي ما قُلت لكم كده عاوزاكم تنوّروني وتسعدوني. دلوقتي بقى جات مرحلة بعد ما فتّحت البطاطس زي ما شُفتوا معايا إن إحنا تعالوا بقى الطريقة اللي إحنا هنسوّيها بيها. أخدت كده معلقتين كبار من السُكّر وهابتدي كده أفردهم في كيس الحراري. كيس الحراري اللي عندي يا جماعة كان صغير، عارفين لو كان كبير شوية كان أخد الكمية بتاعة البطاطا اللي معايا، بس عشان كان صغير فطبعًا هاعمله على كيستين. حطيت كده في أول كيسة حبة سكر زي ما شفتوا، وابتدي كده أرص البطاطا بتاعتي واروح حاطة برضو معلقة سكر تانية فوق البطاطا كده، واروح قافلة الكيس الحراري بتاعي. طبعا جيت احط دي لقيتها كبيرة معرفتش، قلت بقى ايه خلاص ايه هحط ايه واحدة صغيرة تيجي جنبها والباقي هعمله في كيسة تانية. طبعًا الكيس الحراري بيتباع بيبقى معاه كده زي حاجة بتربطه، يعني بتمسك الكيس بتاعِك كده وتربطيه. حطيت كده معلقة سكر تانية وابتدي كده بقى إيه أقلِّب السكر كده، أمسك الكيسة يعني وأقلِّب السكر كويس جدًا في البطاطا، وتربطي الكيس بتاعِك كده تلفيه وتبرميه اللي هي البتاعة اللي بتربط
اللي بتبقى مع الكيس الحراري يعني مش عارفة اسمها إيه. المهم تجيبي بقى شوكة أو تجيبي سكينة وتدّي كده فتحة كده للكيسة عشان تطلّعي منه الهوا، عشان ما يتنفخش كده في الفرن. بس كده، وتحطي ربع كوباية مَيّة في الصينية بتاعتِك وتدخّليها على الرف الوسطاني، بتقعد معاكِ من 30 دقيقة ل45 دقيقة، تطلع معاكِ زي الفل. تفتحي عليها الكيسة وبعد كده تحطيها على الشواية بقى تاخد لون الشوي الجميل اللي أنتم شُفتوه في أول الفيديو. طبعًا هنا بقية البطاطا بتاعتي أهي زي ما أنتم شايفين، جِبت كيسة تانية وحطيت برضه فيه سُكّر في الأرضية، وهارُص البطاطا وأروح حاطة برضه معلقة كده من على الوش، وهاقلّبهم في قلب بعضيهم كده بالكيسة أرُجّهم، وأقفل الكيسة بتاعتي وأحطها في الصينية، وأحط ربع كوباية مَيّة، وبرضه أدخّلها في الفرن. زي ما أنتم شايفين كده، إيه رأيكم؟ إن شاء الله كده بإذن الله تجربوها، الطريقة دي حلوة أوي. طبعًا إحنا ممكن عندِك الصينية بتاعة البوتاجاز اللي هو الصاج الأسود اللي بيبقى في البوتاجاز، ممكن ترصي فيه البطاطا بعد ما تكون مغسولة طبعًا ونضيفة وزي الفل، بترصيها وتحطيها في البوتاجاز تتشوى، بس بتاخد وقت بقى، ممكن تقعد معاكِ ساعة، ساعة ونُص في الفرن عقبال ما تستوي يعني. لكن بالطريقة دي ما بتاخدش وقت خالص معانا، زي ما قُلت لِك من 30 دقيقة ل45 دقيقة بتكون معاكِ بُصّي مستوية سِوَى فظيع، كإنِّك كده بتاكلي زبدة ما شاء الله. هتشوفوها معايا كده برضه هافتح معاكم واحدة وتشوفوها. معلش بقى عشان أول فيديو ليّا على القناة، فتحسّوني إن أنا مكسوفة شوية ومش عارفة أتكلّم. عايزاكم بس بالله عليكم كده توصّلوا القناة بتاعتنا بقى ل1000 مشترك، وعشان نفعّل القناة بتاعتنا دي بسرعة. وطبعًا ده أول فيديو على القناة، حبّيت برضه أبتديه كده بحاجة حلوة تحلّي بُقُّكم وحاجة حلوة زيّكم كده. أدي البطاطا بتاعتي بعد ما قعدت في الفرن بالضبط 45 دقيقة، عشان البطاطا بتاعتي ما شاء الله كبيرة، فأخدت وقت. المهم فتحت عليها طبعًا، عملتها بالسكينة، لقيت السكينة بتاعتي كده تمام دخلت فيها، فعرفت إنها كده استوت. رُحت بقى فاتحة الكيس بتاعي، وباجيب بقى العسل اللي نازل من السكر المكرمل دوّة بالفرشة كده، وأروح بقى إيه ماسحة على كل البطاطا اللي معايا، وأولّع الفرن بتاعي الشواية من فوق واروح مدخلاها. هتقعد في الفرن 3 دقايق أو دقيقتين على الشواية تطلع معاكِ باللون الجميل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. إيه رأيِك بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بُصّوا حاجة كده جميلة جدًا، جدًا، تحفة ما شاء الله. اتفضلوا معانا. لايك بقى للبطاطا الجميلة دي بطريقتها السهلة والبسيطة. لو ما بتعرفيش تعملي البطاطا بتتعمل بكذا طريقة، تقدري تعمليها زي ما أنا قُلت لِك كده في الكيس الحراري عشان ما تاخدش معاكِ وقت، تقدري ترصيها في الصاج بتاع البوتاجاز وتشويها، تقدري تسلقيها، تقدري تعمليها بالبشاميل، تقدري تعملي البطاطا بكذا نوع. طبعًا جِبت سيرفيس كده بقى وقُلت أقدّمها علشان تبقى شكلها حلو كده قدّامكم، ويبقى الشكل الجمالي النهائي بتاعنا حلو كده وبسيط. إيه رأيكم بقى؟ كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى إن شاء الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وتدعموني كده لايك واشتراك كده، وتفعّلوا أهم حاجة زر الكل علشان ييجي لكم إشعار إن أنا نزّلت فيديو جديد. وهنا قُلت آخد بطاطاية كده بقى وافتحها لكم واوريها لكم قد إيه هي دايبة وزبدة. بُصّوا طبعًا لازم أدوق دلوقتي عشان أقول لكم بقى طعمها عامل إزاي، والله بجد معسّلة ومسكّرة. نِفْسي أقول لكم اتفضلوا معايا، طبعًا ريحتها حلوة أوي، وباقول لكم هنا حطّوا لايكات كتيرة، باحبكم، مع السلامة، باي باي.